الموافق 16 من ديسمبر عام 2025 ميلادية، 25 من جماد الآخرة عام 1447 هجرية. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم في حياتنا اليومية وفي بناء مجتمعنا، وهو الأخلاق والقيم. يا بني الإسلام، هذا كنزكم، فاجعلوا القرآن دستورا لكم ومع آيات من الذكر الحكيم، ويتلوها على مسامعنا الطالبة بيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يقول الرسول الكريم: بلغوا عني ولو آية. ومع الحديث الشريف والطالبة ملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أن هدف الإسلام في الأساس هو غرس القيم والأخلاق الحسنة في نفوسنا كالصدق والأمانة والصبر والاحترام. إن كان كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإن كان خطأ كان داء. والآن مع الحكم والطالب يسير. حكم عن الأخلاق. الخلق العظيم خير من المال والجاه. الأخلاق تابعة على رؤوس الأمثال. لا بأس مع الإحسان ولا إحسان مع السوء. من حسن خلقه يزداد الناس محبة له. إن كنت لا تعلم فستعلم، ومع فقرة هل تعلم والطالب كريم. هل تعلم أن الأخلاق هي مجموعة من المبادئ التي تحدد ما هو صحيح وما هو خطأ في سلوك الإنسان؟ هل تعلم أن الأخلاق تتعلق بالسلوكيات التي تصل احترام الآخرين وحقوقهم؟ هل تعلم أن الصدق في عمل أو في الحديث مع الآخرين يعد التصرف الأخلاقيا؟ والآن مع فقرة نسب النبي والطالب رجب محمود. نسب الرسول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيه ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معاذ ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تارح ابن شرخ ابن عابرة ابن يعقوب ابن قحطان ابن سميد ابن عادية ابن مرداد ابن عمرو ابن الرشيد ابن سالم ابن نوح ابن إدريس ابن شيخ من ولد آدم عليه السلام. هذا هو نسب النبي، فصلوا على النبي. والآن مع الفقرة الشعرية وتقدمها الطالبة مريم أحمد. في القلب نور وفي اليد فعل، نزرع الخير نرسم
نبنيها بالأفكار، نحترم الكبير ونحب الصغير، نساعد المحتاج ونخفف أي ضيق. والحق نور، نعيش بأمان ونحمي البشر، الابتسامة تطهر والكلمة جسم، توحد القلوب وتبعد الخطر، قيم وأخلاق نبني بها عالمنا، حب وأسرار نزرعها كل يوم. والآن مع الدعاء وخير ختام والطالبة رماس. اللهم اجعلنا من أهل الأخلاق الفاضلة، واملأ قلوبنا في المحبة والصدق، واغرس في نفوسنا قيم العدل والرحمة، وارزقنا تواضعا في تعاملاتنا، وصبرا على البلاء والحكمة في القول والعمل. كانت هذه فقراتنا لهذا اليوم عن الأخلاق، فلنجعل جميعا أخلاقنا زينة لنا في حياتنا، ولتكون دائما مثالا للصدق والاحترام. كان معكم الطالب محمد أحمد تحت إشراف أسرة اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.